السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحيت قرينات الفلفل اليوم من الجنينة بتاعي باش نطيبوا بهم كسكسي بالبسباس. طاو باش نتعداو ونغسلوا البسباس بتاعنا. خديت ربطتين بسباس باش نغسلهم. طاو كملنا غسلنا البسباس ونظفناه. طاو مش نقطعوه. البسباس والكسكسي مع بعضهم يتفاوروا، اني نحطهم نخلطهم مع بعضهم الزوز ونفور معنا ربطتين بسباس. خديت 4 كيسان كسكسي نفختهم بالماء وبعد تالي حليتهم او الكسكسي كل كعبه وحدها وبعد تالي نحطهم مع بعض. هذيك الطريقه. نحطهم مع بعض. بعد ما خلطنا الكسكسي والبسباس مع بعض طريقه باش نحطوه يتفاور. وكمان حطينا الكسكسي بتاعنا خلوه يتفاور في عقله. البنات هنا باش نحضروا التقليه بتاعي. الفيديو سامحوني الفيديو تفسخ لي بتاع الفحات. حطيت راس توم هرسته مع شويه فلفل مهروش ومغرفتين كرويه. حطيت كعبتين طماطم مقطعين، مغرفه طماطم، شطر مغرفه فلفل ومغرفه هريسه والقرينات الفلفل وملحنا بالطبيعه. التقليه بتاعنا ما تنطوهاش برشا راهي تجي خاطره تاع كسكسي بالبسباس ديما تجي خاطره ومزيته شويه هكا. الكسكسي بتاعنا قاعد يفاور ساعه نحركوه. نضغط من فوق كسكسي نحضر بالبسباس حبطناه. تو مش نسقيوه التقليه تاعو. تو كملت سقيت الكسكسي باش نحطه في الشقيل. شقايلتي حضرت زينتها بكعبات زيتون قرينات فلفل مسير. هذه كانت وصفتنا لليوم. ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك والبارتاج. ملتقانا في فيديو جديد وبسلامة.